احنا عاملين الاشتراك ده لسبب مهم جدا، ان المعاق يقدر يعرف ان هو الوحيد اللي يقدر يغير حياته. محدش هيغير له حياته، محدش هو قاعد، انت قاعد في بيتكم هيغير لك حياتك، لا انت اللي بتغير، محدش تاني يغير لك. وتخفيف برضه للعبء على الحكومه. قطع كده هتدينا اراضي، قطع كده هتعملنا، مش هنعمل عبء عليها، احنا هنبني واحنا هنسكن. احنا بس عايزين منها الاراضي، عايزين منها تأهيل للحدائق والزهاد، شوية حاجات كده خفيفة تقدر الحكومة تعملها بسهولة وببساطة، واحنا علينا البيت. واحنا برضو مش هنسيبها تعمل البيئة المهيئة دي لوحدها. احنا من حق المعاقين على نفسهم، حق المعاقين على المعاقين اللي هو اتحاد معاقين مصر اللي هو مكون اصلا من المعاقين، انهم يقدروا يعمل لهم بيئة مهيئة. المعاق من حقه يمشي في الشارع، من حقه يطلع الرصيف، من حقه يطلع بيت، من حقه يروح مصلحة حكومية من غير ما حد يضايقه، من غير ما حد يشيله، من غير الحاجات المهينة دي. فلازم البيئة المهيئة لازم ده شيء أساسي في برنامج الاتحاد، بس هيكون طبعا على مراحل، يعني على حسب الخطة المالية للاتحاد. في برامج متكاملة بقى للتأهيل النفسي والاجتماعي، ده طبعا أساسي في أي حد بيشتغل في مجال آخر، لازم يعمل برامج للتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي. في بقى حاجة جديدة، هي مش جديدة، هي موجودة في نقابات وموجودة في شركات على مستوى كويس. يعني في حاجة اسمها مشروع علاج. مشروع علاج إلى جانب برضه التأمين الصحي، يعني أنا مش هنقدر نجهل التأمين الصحي، لأنه برضه التأمين الصحي ده أساس وإحنا المفروض بنطالب بيه. بس إلى جانب التأمين الصحي في حاجة اسمها مشروع علاج، ده للحالات الحرجة. في أول الحالات اللي لازم محتاج العلاج فوري، ففي مشروع علاج احنا متكامل احنا عاملينه في البرنامج اتحاد معاقين مصر. دي فكرته بقى علاج الحالات الحرجة في وقت اللي هي محتاج علاج في وقت حرج. واخيرا احنا بنعمل في الاتحاد نظام قانوني ومحاسبي عشان حقوق الافراد المعاقين ما تضيعش، لان انت اساسا بتدينا فلوس بتاعتك اشتراك، ده واجب ان احنا نحطها في مصاريفها اللي المعاقين عايزينها، او اللي احنا كلنا عايزينها محتاجينها. فلازم انت بتراقب على البرنامج المحاسبي، على الناس المحاسبين اللي في الاتحاد. احنا تقدر ان انت تيجي في اي وقت تقول له طلع لي الدفتر، شوف انت صرفت قد ايه، عليك قد ايه، الفلوس دي راحت فين، لو لقيت فلوس ناقصه ده بتسال الفلوس دي راحت فين. وفي محامين، برنامج قانوني محامين في الاتحاد من ذوي الاحتياجات الخاصه، ده ان وجدوا كلهم مجموعه كبيره من المحامين من ذوي الاحتياجات الخاصه، ده يبقى اكيد المحامين هيكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصه، الا اذا ما لقيناش محامين كتير من ذوي الاحتياجات الخاصه فهنوفر محامين يدافعوا عن المعاقين بأجور رمزيه.
يدافعوا عن أي قضايا للمعاقين، يبقوا سند ليهم في حقوقهم بأجر رمزي. ده كده احنا قلنا بشكل مجمل ايه هي أهداف الاتحاد. أستاذ محمد، نشكر سيادتك على الاستفاضة في الشرح عن أهداف الاتحاد، ونحب أن نعرف ما هي المشكلات التي تقابل المعاقين بصفة عامة في مصر، وتقابل النشطاء مثل سيادتك بصفة خاصة. هي المشاكل اللي بتقابل المعاقين بصفة عامة نقدر نقول في مشاكل نقدر نصنفها نوعين. مشاكل نقدر نقول مشاكل مادية ومشاكل معنوية. المشاكل المادية هي البداية، هي الأساس. المشاكل المادية زي السكن، زي العمل، زي التنقل، زي هي دي المشاكل المادية اللي ما يقدرش أي معاق يتحرك من غيرها، زي الأجهزة التعويضية، زي الأطراف الصناعية. الحاجات دي كلها دي المشاكل المادية. في مشاكل معنوية زي نظرة الناس. بالنسبة بقى للاتحاد، أنا مش نشيط قوي غير في موضوع الاتحاد. فبالنسبة للاتحاد هو حلم. أنا معرفش إحنا كاتحاد هنقدر ننفذه ونخليه على أرض الواقع ولا مش هنقدر. إحنا محتاجين مساعدة كل المعاقين. أي حد معاق محتاجين مساعدته. يتصل بقى على قناة صوتنا، يتصل على أي حد، رامز عباس، أستاذ مسعد. احنا محتاجين مساعدة كل واحد يقدر يعمل حاجة عشان الاتحاد يطلع بالصورة اللي احنا بنفكر فيها. نشكر سيادتك يا أستاذ محمد، وسعداء جدا بهذا الحديث الصادق الذي خرج من قلب صادق. ونوجه رسالة إلى كل معاق: لن تخرج من كبوتك إلا بيدك. لن تستطيع الخروج من غيامة الكب أو ظلمة البحار إلا إذا كان عندك أمل. ونحن في هذا الاتحاد أو هذا الحلم كما قال أخي أستاذ محمد، هو حلم صادق، حلم واعي يوجد فيه شفافية. لا نطلب صدقة من أحد، ولكننا نساعد أنفسنا بأنفسنا للظهور على أرض الواقع. فنحن نسيج من هذا المجتمع ولسنا عالة عليه، وسنبقى أبدا هامتنا عليا بإذن الله بأيدينا وليس بأيدي غيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.